نايمه. تمام تمام. الشرطه جاني عليها والله. حضرتك شايف الشرطه ايه؟ كانت جاني وبقى مجني عليها. كانت جاني ودلوقتي بقى مجني عليها. حضرتك؟ لا دي زي ما هي. والله زي ما هي. روح الاسم دلوقتي اعمل اي حاجه ولا. يعني انت شايف ان الشرطه ما اتغيرتش برضه، ماشيه بنفس السيستم بتاعها، ماشيه بنفس الطريقه بتاعتها، طريقه القمع. هم دلوقتي تبع الحكم، تبع الاخوان. تمام. هم ماشيين تبع الاخوان دول. الاخوان خاربين البلد. خاربين البلد ولا في شغل ولا مجال. مش عندنا المدارس ولا عندنا شغل ولا عندنا اي حاجه. بسبب عدم تواجد الشرطه. يعني حتى انا لو هتخانق مع واحد دلوقتي واروح القسم يقول لي يا عم روح خلص نفسك بنفسك. الشرطه بتقول لك كده؟ والله. طب انت شايف السبب في كده ايه؟ او ده يتحل ازاي؟ لازم اصلا يعني ايه، يعني الناس مثلا اللي هم مثلا الثوريين مع مثلا الناس اللي هي الليبراليين مع الاخوان لازم يتجمعوا كلهم مع بعض. ما ينفعش مثلا فلسطين يحكم مصر لوحده. ازاي هتحكم مصر لوحده؟ وانا مش مصري؟ انا لازم اربي لحمي. هتقول دلوقتي شايفها هي جاني ولا مجني عليها؟ لا مجني عليها. مجني عليها برضه. مع ان هي برضه بتعمل حاجات غلط بس مش بايديها برضه. يعني مش بمزاجه. لا على ايه؟ اصل هو لازم يحمي البلد. الشعب المصري كله مجني عليه. الشرطه بس المجني عليه والشعب المصري مش مجني عليه. الناس الغلابه والناس اللي ما جاش تاكل ولا تشتغل مش مجني عليه. الشرطه بس المجني عليه. الشعب كله هي انظمه غلط اصلا في مصر، انظمه غلط وضد غلط. طب حضرتك شايف الحل في ايه؟ انا بقول لك الحل ان احنا هدولنا سنه بس، سنه حتى الدنيا تستقر ونشوف احنا انتخبناه بالصندوق عشان نقول الديمقراطيه، ندوه فرصه سنه، ندي الاخوان سنه. ما 30 سنه الحزب الوطني وفي الاخر 18 يوم طلعوه. ندي الاخوان سنه مش 30 سنه. اشتغلوا ما اشتغلوش الصندوق هيمشيهم. سنتين 4 سنين بتوع الصندوق هم اللي ولكن كده هيكمل 4 سنين بس هم عارفين انه هيكمل 4 سنين بس هيخرب الحقيقه. يعني هل هم فعلا جاني ولا هل هم فعلا جاني عليهم؟ فمش عارفين من الاعلام والتلفزيون والصحافه مش عارفين نعرف الحقيقه منهم. طب انت كمواطن تعامل الشرطه معاك يعني من ساعه الثوره لحد دلوقتي مفيش شرطه هنا، عامه هنا مفيش شرطه. سواء قبل الثوره او بعد الثوره. لا قبل الثوره ده كان حاجه وبعد الثوره حاجه، مش هنقدر قبل الثوره فعلا لا. دلوقتي انا اعتقد ان هم مبني عليهم بصراحه. يعني لازم يبقى في ترايش شويه، نعمل الامور شويه بس مش مشكله. حضرتك الشرطه جاني ولا مجني عليها؟ لا مجني عليها. مجني عليها. اليومين دول لان برضه مفيش حاجه دلوقتي. وعايزين الشرطه جاني ولا مجني عليها؟ ربنا يشفيك. عايزين بس المهم احنا عايزينهم ينزلوا علشان نعرف نمشي. بس برضه ما يكونش فيه الظلم. بناتنا تمشي بالشارع. حرمت النهارده من الساعه 8 مصر كلها تبقى في البيوت يا جماعه. طيب يعني ده مش معقوله. مصر اللي كانت بتحب السهر والليل في مصر جميل، ما عادش فيه ليل في مصر خالص. الشرطه لو نزلت يبقى فيه ليل في مصر، يبقى فيه شغل في مصر. انما كده بالطريقه دي لا. طب حضرتك شايف ايه اللي مانع ان الشرطه تقوم بعملها؟ خايفين طبعا. ما هم خايفين ينزلوا. لو في عيل صغنن عمل حاجه الشرطه كلها الناس كلها بتيجي على الشرطه. طب وبعدين جيت ليه؟ لا هم بصراحه طب الاخوان. حضرتك شايف الشرطه جاني ولا مجني عليها؟ لا مجني عليها. اللي بتعمله الاخوان ضد الشرطه. الاخوان بتعمل ايه بقى ضد الشرطه؟ اللي بيعملوا مصدرين الشرطه للشعب. يعني مصدرين الشرطه للشعب ومصدرين نفسهم كده وبيدخلوا الشرطه في حاجات مالهاش فيها.